يا جماعة القصة هذه بتقشعر البدن حرفيا. القصة بتدور على موقف صار بيحكيه ضابط يمني، والقصة هذه صارت في عام 2016 بعد إعلان حالة طوارئ وتكثيف نقاط أمنية. وأنا بقول لك أنت مش هتركز في القصة غير تسوي إعجاب على الفيديو وتقول رأيك على القصة في تعليق. المهم صدرت توجيهات أمنية بتشكيل نقاط تفتيش للحد من الجرائم، وإنهم يفتشوا كل سواقين الدراجات النارية يعني الفزبة، وإنهم يتأكدوا من أرقامهم وهوياتهم. استوقفت النقطة الأمنية دراجة نارية كان بيركبها شخص، الشخص الأول سائق الدراجة والشخص الثاني اللي راكب وراه. لما سألوا في الكمين بيقول سائق الدراجة والله أنا يتيم وما عندي لا أب ولا أم، وباخذ بس هذه بسترزق عليه يعني كأجرة، باخذ عليه أجرة، وماخذ الشخص اللي وراي هذا وباخذ منه أجرة، بوصله على المكان وباخذ منه أجرة. الراكب حاول التدخل فجأة بحجة إنه شاب يتيم، سمع من الكلام وردد الكلام نفسه. الضابط هني سأله قال له هات أوراقك وهويتك. ردة فعله كانت نفس ردة فعل سواق الدراجة، وإنه هو أيضا قال أنا نسيت أوراقي في البيت وما له أي علاقة بالسواق. هني استغرب الضابط من وجود الاثنين وما معهم أوراق ولا أي حاجة تثبت هويتهم. حجزهم الضابط وأخذ منهم الدراجة النارية وأخذ منهم هواتفهم المحمولة. في مركز الشرطة بعد التحريات اتصل سائق الدراجة النارية بأحد أقاربه إنه يجيب هويته وأوراقه، وتأكدوا من هويته تمام وقالوا له خلاص توكل على الله. أما الراكب ظل الحين الراكب تصرف غريب. هني صاب رعب ما عقلك يتخيله. فتشوا العساكر تفتيش دقيق جدا، لكن الصدمة هني لقوا معه فعلا محفظة وفيه هويته الشخصية مخبيه، وما كان ودي يكشف عن هويته من الأول. يسكت الضابط؟ لا، في حاجة وراء الولد هذا. الضابط الحين معاه التليفون وبيقلب في التليفون، في تليفون السواق اللي اكتشفوا معاه هويته، واللي يتفاجأ برسائل بتقشعر البدن، رسائل نصية وصوتية بترسله امرأة كبيرة في السن بتقشعر بدنك، تترجاه انه يستر عليه وعلى بنتي. وكانت آخر رسالة كانت بتقول فيه حسبي الله ونعم الوكيل فيك ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. تخيل عاد أنت. الضابط هني اضطر إنه يجيب المحادثة من أوله ويقلب في الرسائل القديمة. ليش العجوز أو المرأة المسنة هذه بتقول الكلام هذا، وليش بتبعث لها الرسائل هذول؟ لقى أمور مش حلو. لقى إن الشاب استغل فتاة عنده إعاقة ذهنية عن طريق الهاتف واستدرجه وطلب منه صور وفيديوهات خاصة علشان يفضح. ما سكت الحقير هذا على الفعل هذه، قال هات لي الحجة عايز أكلم أمك. تواصل الشاب مع والدة الفتاة وقال ليه كل الصور معي وأنا ودي الدراهم. طبعا الحين العائلة هذه عائلة معروفة ومعروفين من هم، يعني قصدي يعني انهم عائلة عريقة ومعروفين باحترامهم واخلاق. ايش والدة البنت تسوي؟ اكيد هتسمع الكلام الحين، خايفة من اللي هيسويه التعبان هذا، وصارت زي ما هو قال بالضبط، بتخلي له الدراهم والذهب على الباب وتقفل الباب ويجي هو ياخذهن من قدام الباب ويروح يبيح. استمر الموضوع هذا لحد ما والدة البنت صارت تحت الصفر نفسيا وماديا، فارسلت له دعائها الاخير الاستعانة بالله. نهاية القصة أخذ الضابط رقم والدة البنت واتصل به وقال له أنا حذفت الصور وحذفت الفيديوهات وحذفت المحادثة وكسرت التليفون، وإن شاء الله أن الخطر زال. وقال له أنا قبضت على الحقير هذا وموجود عندي في قسم الشرطة. وحاول يرجعوا اللي رجعوه، واللي صرفه أكيد صرفه، هيدفع ثمنه في السجن والله. بس